واش ولي قراي الماء في راسي واش كنقولها انا لا اسمعني خليني نسالي باسكو العام اللي فات السلام عليكم. تصريح خطير من وليد الركراكي يفاجئ به حكيم زياش بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب افريقيا الوسطى، ويناشد المغاربة من اجل حكيم زياش. شاهدوا ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب إفريقيا الوسطى، ليواصل المنتخب المغربي سلسلة انتصاراته في جميع المسابقات. فقد صرح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد هذه المباراة وقال: لقد حققنا ما يمكن فعله في مباراة منتخبنا أمام منتخب إفريقيا الوسطى، ودفعنا بالعديد من اللاعبين الصغار من أجل اندماجهم مع بقية زملائهم في الفريق. وسأله الصحفي وقال له: هل سيتم استدعاء حكيم زياش من جديد أم لا؟ فرد عليه وقال: لقد نقلت العديد من الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها أننا رفضنا انضمام حكيم زياش بعد تصريحاته الأخيرة عن الدولة المغربية، ولكن كل هذه الأخبار ليست صحيحة. أنا كنت أحاول الاتصال بحكيم زياش منذ أكثر من أسبوع وهو لم يرد على اتصالاتي، وأنا بالفعل كنت غاضب منه كثيرا، لأن علاقتي بحكيم زياش ليست علاقة مدرب بلاعبه، ولكن أنا أعتبر نفسي أخوه الأكبر. وبعد ذلك علمت أن والدته أصيبت بأزمة صحية وهو كان بجانبها، وهي للأسف الشديد حالتها الصحية حرجة للغاية، وهذا السبب الحقيقي على غياب حكيم زياش عن لائحة المنتخب المغربي. ونحن جميعا ندعم حكيم زياش في هذا الموقف الحساس، وندعو كل المغاربة بالدعاء بالشفاء العاجل لوالدة حكيم زياش. وفي النهاية ادعوا بالشفاء العاجل لوالدة حكيم زياش في التعليقات.